الراجل ماجد هتبات على 4000 جنيه ايجار يا ابني. شد حيلك بس ما يحصل فينا النهارده بس في الحاجه دي يا رب. شد حيلك. شد حيلك يا حبيبي. رجليها تعبانه انا مريح شوي. والله تعبت والله 5 تكتب ده والله تعبت عايز نستريح شوي. يا ابني ده انا باخد البات من ورا صاحبي يا ابني، ده البات على 4000 جنيه وانا جاي احمل حاجه من ورا صاحب البيت. والله تعبت خلاص. انا والله ما يجي يا ابني يبهدلنا، ده راجل مش كويس. عايز استريح شوي ده 5 تكتب. معلش يا ابني انتوا شايفين ظروف ورجليها مقطوعه وحالي بالبلا، هعمل ايش غصب عني يا عيال. يا رب يا رب يعملوا اخر بقى يا رب يا رب. خلاص يا ابني هنحمل بس التوك توك ده وهنروح ونوديه البيت ونريحكم برضك شويه، بس ده بس انه ما يجيش واحنا بنحمل في التوك توك ده عشان تحايل نروح وانا هريحكم. معلش يا عيال. لا التوك توك من ده؟ التوك توك من ده؟ البوابه مفتوحه. يا عم محمد ايش يا جدع توك توك ايش؟ التوك توك بتاعي. ها؟ توك توك مأجره. لا بتعمل ايه؟ بحمل الحال. ليش يا عبد الرحمن؟ دي انا مكلمك من امبارح بالليل وقلت لي انا في ظروف وما اجيش الا بعد 10 ايام من مصر. هي دي تخليني اقفل معاك كده وتصبح الصبح تيجي الفجر تحمل في الحاجه عشان الايجار اللي عندك 4000 يعني عندي غلطتين. والله يا محمد اتحركت منك والله. اتحركت مني وانت قابلتني ما سلمتش عليه، ده ايجار وفلوس عيال صغيره باخدها بعيش منها. طب انا ماشي من ظروفها وحشنك يا عم محمد، ظروف عن ظروف تختلف يا جدعان. ظروف من الظروف يعني انا اعمل ايه دلوقتي؟ انا دلوقتي باني البيت وشاريه ارزق منه، مش هديله كل واحد يقول له ظروف وجوابات يا عبد الرحمن. طب معلش الرحمه حلوه يا اخي. يا عم الرحمه ايه؟ هو انا خلفتك ونسيتها؟ معلش اصبر وكل ان شاء الله كل حاجه هتعدل باذنك انت يا رب. مفيش استحياء ولا فيها اي احترام يا اخي، ده انت حتى مش راضي يا اخي. قوم فز كلمني كده لما الراجل قدامك يا اخي. قوم بقى كده اهو يلا. حرام عليك حرام عليك يا اخي، عامل حادثه ورجلي مقطوعه يا اخي. حرام عامل عليك حادثه؟ منك لله يا اخي. انت الكلام ده الشهرين اللي فاتوا دول يا اخي حرامك ماني بهرب منك ليش بس؟ حرام عليك على الطلاق لو معايا ادفع محامي خليك تستنى ان يجيب البيت ده كله. حرام عليك مفيش والله ما في والله ما في بتحسس عليش بس يا عم محمد يا اخي. ده ربنا امر بالكلمه الحلوه، يعني انت داخل عليا داخله وقلبتني وبتدواني تكسرني. انا شاب عرفنا لما بكلمك كل جوز ايام في التليفون ما قلتش الكلام ده خالص يا عبد الرحمن. يا حرام على قد العيل اللي معايا، لا بيشتغل عيل لسه صغير ولا بيجيب ولا بيودي. ده ما عرفتنيش ليه يا ابني؟ الرحمه حلوه يا اخي. ما بعتيش لاي حد ليه؟ انا بكلمك وكل شويه انا محروق انا كل واحد اقول له كده يا شيخ عندي الناس هتاخدها بطريقه ثانيه مش كويس. اقول لك ده بيشحن على نفسه وعلى. معلش يا ابني دخل حاجتي في التوك توك تاني وانا والله ما هتدخل. انا بقول انا مسامح يا ابني مش عايز 4000 يا عم. والله ما هتدخل يا ابني انا ما اقصدش وبنفس النظام وفي نفس الوقت دلوقتي بكفر عن ذنب ربنا كتب على ان انا اعيش فقير واعيش كده مذلول للخلق كلها كده. يا ابني البيت تحت امرك يا ابني. انا ما افكرك من العيال اللعبيه واللي هي العيال البايظه دي. لا يا عم يا اخي. واما شفت التوك توك ولقيتك بتحمل حاجات في ظهرك دلوقتي كده تقول صدقت انك وحش. ما اعرفش اللهوه اللي انت حصلت لك والمصيبه دي. احنا معانا ربنا. حق عليا يا عم. معانا ربنا يا عم خلاص. احنا معانا ربنا خلاص. انا في واحد ابن حلال كده اللي فيه ابطال عندي دايقين. هم اي نعم مبهدلين بس انا اضطر ان انا اقعد فيهم. يا ابني البيت هوت. الدخل بيدي حاجه. البيت هوت يا ابني مش لازم اجر وربنا يرزقني بعيد عني. انا عاوز يسوي من جنبك يا ابني. يلا يا ابني. طب انا مش هعمل دلوقتي عشان الحلفان بس. خلاص خلي اللي جوه جوه واللي بره بره ومالكش دعوه بالبيت. وانا مش هقول لك على اخبار تاني والبيت دلوقتي يعتبر بتاعك يا عم. ماشي يلا سلام. سلام.